بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم في الدنيا والآخرة. اليوم إن شاء الله هذا الفيديو هذا غادي يكون تلبية لبعض الأخوات الجزائريات. كنت وعدتهم أنني سأعمل هذا المقطع وأكثر منهم، ولكن مع الأسف يعني الوقت ضيق وفتنة الدنيا وأشغالها لا تنتهي. بغيت نقول لكم أنا يعني من كنشوف التعاليق القلب ديالي كيبكي الدم. علاش كل ما رماو لينا الصنارة وكل ما رماو لينا الشبكة حنا كنقعوا فيها؟ علاش هاد الشي؟ علاش؟ وعباد الله، وحنا شعب واحد، ثقافة واحدة، دين واحد، لغة واحدة. حتى اللغة ديالنا المغربية واللغة الجزائرية وحدة. عرفتوا راه الأمازيغية اللي في الغرب ديال الجزائر والأمازيغية اللي في الشرق ديال الجزائر تقريبا وحدة. يعني سبحان الله فيها اختلاف قليل. غادي تلقى الأمازيغ ديال الغرب ديال المغرب والأمازيغ ديال الشرق ديال المغرب ما كيتفاهموش تقريبا نهائيا، ما كاينينش يعني بيناتهم يعني تشابه في اللغة ديالهم ولا في الكلمات ديالهم. وكتلقى الأمازيغ ديال الشرق ديال الجزائر والأمازيغ ديال الغرب الجزائر والأمازيغ ديال الشرق ديال المغرب تقريبا الأمازيغية ديالهم وحدة. وعباد الله، راه حنا شعب واحد. علاش هاد الهجوم بيناتنا؟ علاش هاد الكراهية؟ علاش هاد الشي كامل؟ وخليو عليكم السياسة، وخليو عليكم الناس هانيين، كل واحد بذنوبه الله يغفر ليه، كل واحد نطلبوا ليه الله يهديه. راه ما خصناش نشفعوا بعضياتنا، خصنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يهدي الناس اللي يكونوا معنيين على الامر ديالنا. خصنا ندعيو معاهم، ماشي خصنا حنا نبداو نسبوا فيكم وانتم تسبوا فينا. وفين غادي نوصلوا؟ هادشي فين يوصل؟ راه هادشي كيوصل لشي حاجه كضرنا حنا وكضرناكم نتوما. راه بجوج، يعني الخاسر وما نحن كلانا. حنا بجوج غادي نكونوا خاسرين. لان كتعرفوا الاخوه مثلا المراه والراجل من كيكون عندهم ولاد وربوهم على التربيه صالحه وكيكونوا متماسكين مترابطين بينهم. يعني الا شي حد مشى عند واحد منهم وقاسو، راه الاخرين غادي يكبوا على خوهم باش يعاونوا. ولكن اذا هما يعني كاينه بهم العداوه وداك الشيء، راه اللي يمشي لشي واحد يلقاه ضعيف كياخذوا منه كل ما بغاو. راه خصكم تفهموا يا عباد الله، تفهموا. الوعي خص يكون يعني فينا الوعي. علاش حنا هكا؟ علاش حنا هكا جاهلين؟ العفو على هذه الكلمة، ولكن راه والله جاهلين. الكثير من يعني العرب أغبياء. علاش؟ لأن كل واحد كيفكر في راسو، كل واحد عنده داك الكبر، يعني كيقول أنا أحسن من هذا. راه عباد الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة. راه خصنا نكونوا خوت. راه الله عز وجل جمعنا هو بالتوحيد. راه كيقول لك راه الى يعني تحدوا كلكم باش تجمعوا شي حد، راه ما تقدروش تجمعوا، ولكن الله عز وجل جمعنا وحنا تفرقنا. وبين تفرقنا راه شوف الوضع ديالنا كي داير، شوف كي داير يعني الحالة ديالنا. راه يعني ولينا غرباء في بلادنا وفي بلادكم وبلاد كل العالم. المسلمين غرباء. وعلاش هذا الشيء؟ لان فينا الجهل، وخصكم تقراو وخصكم توعاو، خصكم تشوفوا يعني الناس الواعيه، تشوفوا الناس القاريه، ما تشوفوش في الناس الجاهله. يعني سبحان الله العظيم. وانا كنبغي كل الجزائريين، كنبغيهم الجزائريات هما خوتي، وكنبغي كل المسلمين،
كل واحد ولو كان في أمريكا، ولو كان في إسرائيل إلا كان مسلم، وأنا عزيز عليا هذا الإنسان لأنه مسلم. وعلاش هاد الكراهية هادي؟ علاش؟ والله ما فهمتش علاش. المهم خصكم يعني ديروا حملة ديال الوعي باش يعني الناس تولي يعني واعية. راه ماشي كل ما جا شي حد باسم شي دولة يبدا يسب وتصحاب لكم، راه هذاك الانسان راه مسلم بحالك بحالو. راه كل الدول فيها ناس من شتى العروق، يعني بلا ما نشرح كتر، لان يعني القناه ديالي راه عليها انذارات بزاف، وعلى داك الشيء ما نقدرش نهضر كل شيء، ما نقدرش نقول كل شيء. ولكن هذا الفيديو هذا بغيته يوصل لكل الجزائريات خصوصا، لأنهن اللواتي يربين الأجيال. كيقولوا بأن المرأة نصف المجتمع، وأنا كنقول المرأة هي المجتمع كله، لأن المرأة كتكون هي الأم، هي الزوج، هي الأخت، هي اللي كتربي، هي اللي كتولد. راه المرأة يعني شي حاجة مهمة في الإسلام وفي المجتمع. كيقولوا لك الغرب راه المرأة عطاو لها الحقوق، راه الحقوق ديال المرأة عطاهم الله سبحانه وتعالى ليها. راه في الجاهلية المرأة كانت كتباع، وحنا دابا يعني ولينا كنسمعوا راه الغرب كيقول حنا والله الاسلام احسن شيء في الدنيا. راه الا مشيتو سولتو جوجل قلتوا ليه يعني الذكاء الاصطناعي اش من دين بغيتي نتبع، يقول لك الاسلام والذكاء الاصطناعي يا عباد الله. احنا يعني سبحان الله العظيم كنسبوا في بعضياتنا وكنكرهوا في بعضياتنا كنشتموا واش كنقراو القرآن ولا لا؟ شنو كيقول الله عز وجل؟ واش كنقراو الاحاديث؟ واش كنقراو كاع هادشي يعني رمينا ولقينا غير السب والشتم، وانت الدولة ديالك وانا الدولة ديالي، وانت الشعب ديالكم وانا الشعب ديالي. راه عباد الله، راه انا اكتشفت بان الناس ديال الجزائر اللي كي يعني كيسبوا يعني هم من اهل الفتن، واكتشفت الناس ديال المغرب اللي كيسبوا هم من اهل الفتن. عرفتوا انا كان عندي في الفيس كان عندي صفحه فيها يعني بزاف د الاخوات، يعني كنا درنا مجموعات ديال الدين، واللي كتسبني كنمشي ندخل عندها. من كندخل عندها كنكتشف بان هي لا علاقه لها بالدين ولا بالاسلام ولا بحتى شي حاجه. سبحان الله العظيم. وهذا الشيء هذا راه يعني شي حاجه واقعيه، وخصنا نبداو نفهموا ونوعيو ونبعدوا من الكراهيه، ونبداو نعمروا القلوب ديالنا بالمحبه والخير. راه الانسان من كيعمر القلب ديالو بالمحبه كيحيد من الكراهيه، راه كيكون سعيد. الانسان اللي بغى يعني يعرف السعاده خصو يبعد من داك الكراهيه، خصو يبعد من يعني يتسامح. الانسان المسامح راه كيكون سعيد بزاف. وكنعتذر الا قلت شي حاجه ماشي مزيانه، ولكن هادشي اللي واقع راه كيألم في القلب. راه خص يكون آلاف الملايين ديال الفيديوهات من بحال هذا، يعني باش الناس توعى، باش الناس تنوض من القلبه كيف كيقولوا عندنا وحنا عندكم. راه فيقوا من القلبه، راه تقلب علينا كل شيء. والمهم اعتذر على الدارجه ديالي لان ما موالفاش كنهضر بالدارجه، وكنتمنى ان شاء الله يا رب العالمين هذا المقطع ينال الاعجاب ديالكم وينال النجاح ان شاء الله. ودعموه باللايكات والتعليقات، وكتبوا التعليق ديالكم اش رايكم في هذا الشيء اللي كيوقع، شنو هو الراي ديالكم، اش المقصود من هذا الشيء هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.